اليمن يشارك في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية. شارك الاتحاد اليمني للرياضات الإلكترونية في الاجتماع العادي لعام 2025 للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية التي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة 150 دولة من مختلف قارات العالم، ذلك في أول حضور رسمي لرئيس الاتحاد اليمني بعد حصول اليمن على الاعتراف الدولي. وقد جاء الاعتراف بالاتحاد اليمني تتويجا للمشاركة العربية والإقليمية الناجحة التي حقق خلالها اللاعبون اليمنيون عددا من إنجازات إلى جانب البطولات والأنشطة المحلية التي عززت انتشار الرياضات الإلكترونية داخل بلادنا. وترأس الاجتماع وأداره سمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بحضور ممثلي اتحادات من مختلف أنحاء العالم الذين ناقشوا خطط التطوير المستقبلية وانتخابات القيادة الجديدة. رئيس الاتحاد اليمني للرياضة الإلكترونية منير الوجيه هنأ سمو الأمير عمر بن فيصل بن الحسين على انتخابه عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضة الإلكترونية، متمنيا له التوفيق في مهامه. وأعرب الوجيه عن بالغ الشكر وتقديره لسمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود على دعمه الكبير للاتحاد اليمني ومنحه الاعتراف الدولي، كما وجه شكره لمعالي الوزير نايف البكري على دعمه الدائم وحرصه على تمثيل اليمن في هذا الحدث العالمي. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ منير الوجيه رئيس الاتحاد الرياضي أو رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية. أستاذ منير، مساء الخير، مرحبا بك في استاد الجماهير. ما هي أبرز الأشياء التي حدثت خلال الاجتماع الأخير في ماليزيا؟ إذن هناك مقطع صوتي للأستاذ منير الوجيه نتابعه سويا مشاهدي الكرام. أسعد الله مساك أخي محمد والمشاهدين الكرام وطاقم البرنامج. وكما وعدنا في مقابلة سابقة بأننا سنعمل على توسيع نطاق مشاركة منتخباتنا الوطنية للرياضات الإلكترونية في مختلف الألعاب في المحافل الدولية، ومن خلال مشاركتنا الفاعلة في البطولة العربية وبطولة غرب آسيا الذي حصدنا فيها ألقاب، ولأول مرة في أول مشاركاتنا وتستمر الجهود لأن يكون الاتحاد الدولي ويكون اللاعب اليمني للرياضات الإلكترونية ممثل في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا اللقاء ومن خلال اجتماعنا حضورنا اجتماع الاتحاد الدولي أهنئ كل اللاعبين، أهنئ كل المهتمين، أهنئ كل الشباب بمناسبة حصولنا على الاعتراف الدولي. فبالإمكان اليوم أن يشارك اللاعب اليمني في البطولات الدولية التي ستعقد في السنة القادمة. وللتذكير، كان لدينا خطة في بداية العام 2025 نفذناها بالكامل، كانت تركز على إنشاء الفروع في المحافظات، كانت تركز على إقامة بطولة محلية، أقمنا بطولة محلية، اكتشفنا لاعبين، كانت تركز على أن اليمن لابد أن يشارك في البطولات العربية والإقليمية، شاركنا وحققنا مراكز. كانت ضمن خطتنا استكمال ملف الاعتراف ليكون الاتحاد اليمني الممثل والمظلة للرياضات الإلكترونية، استكملنا ملف الاعتراف. بإذن الله العام القادم سنركز على وجود مراكز للرياضات الإلكترونية، تتبع على وجود مركز في العاصمة عدن للرياضات الإلكترونية وفي مختلف المحافظات من خلال الشراكة مع رجال أعمال ومع بنوك ومن خلال دعم الوزارة. في العام القادم سنركز على وجود لاعبين متخصصين، فمن خلال زيارتنا إلى ماليزيا وحضور الاجتماع على هامش حضورنا للاجتماع
جلسنا مع الاتحاد الماليزي، كون ماليزيا متقدمة في بيئتها الإلكترونية ولديها معاهد تخصصية في الرياضات الإلكترونية. نسقنا من خلال سفارتنا في ماليزيا، وما قصر سعادة السفير الدكتور عادل باحميد الذي سيعمل على تنسيق رسمي مع هذه المعاهد، ومن خلال علاقتنا بالاتحاد الماليزي لتخصيص مقاعد تخصصية لدراسة الرياضات الإلكترونية، سواء من خلال المعاهد أو الكليات.